باقي وحنا مازال ما كنحسوش ما الصراحه عندنا ديك لا بريسيون دابا درنا في الضغط ديالنا على راسنا باش الماتش الاخر ان شاء الله كون مكتب نجيبوا هذه البطوله اللي الفتحيين كيستناوها دابا 70 سنه. دونك فوالا عندي اللعابه بحال اللي قلتها ديما كبارين اللي كيتيقوا في راسهم، وان شاء الله نديروا ان غران ماتش باش ما نندموش ان شاء الله نهار السبت. علاش منوض الصداع في الاعلام؟ يعني عندك تصريحات نوعا ما كتبروفوكي الادفيرسير سواء كان الوداد ولا الفرق اللي كتلعب معها، وكتخلق على نفسك جو مشحون، يعني كيولي واحد ليماج ديال وليد الركراكي انه ديما جابت الصداع مع جمهور الوداد ولا مع اداره الوداد ولا مع الرجاء ولا مع الفرق الاخرى. باغي تلعب هذا الغول ديال المدرب الخايب مورينيو بين قوسين؟ لا بالعكس يمكن الدارجه ديالي اللي ماشي مزيانه. انا ملي جيت المغرب قالوا لي احسن تهضر بالدارجه، دوك كنهضر بالدارجه ديالي هي هذه. مرة ما كيفهموش. ملي كنقول غنعذب الفرقه حتى الدقيقه الاخريه غير بغيت نقول لي زامبيتي لور بوزي دي بروبليم. عندي ان تري غران ريسبي بالنسبه للوداد الرجاء اي فرقه في المغرب، كنعرف ليستوار ديالهم، كنعرف الجمهور ديالهم كبير وبينوها العام كامل. حك اللي خصهم يعرفوا الناس فوالا الكره دابا حنا في لون 2016 والكره زادت فيها لا كومونيكاسيون. انا كندافع على الفرقه ديالي ديما. يمكن شي نهار ما تعرفش الكره نقدر نكون في الوداد ولا في الرجاء وغندافع، وما تعرفش الكره ونقدر ما نكونش. بغيتيها؟ لا ماشي بغيتها ولا ما بغيتهاش، كنقول هذا طموح مشروع. واش بغيتي في يوم من الايام تدرب الفرق التقليديه ديال الكره المغربيه الرجاء والوداد؟ لا ما شوف ما ديرليش ديك الدريب انا كنقول لك اللي كاين. تقدر شي نهار تكون في الوداد ولا في الرجاء ولا في ليفار ولا في تطوان ولا في طنجه، اي فرقه اللي غنكون، ونقدر نكون في البارسا ولا في الريال. بالحق وما تعرفش الكره، خصك تدابز على لي غيف ديالك. هاك اي فرقه اللي غنكون غندافع عليها وغندابز عليها وغنبروتيجي لي جوار ديالي، هذه اللي مهمه. انا كندافع على الفرقه ديالي، كندافع على اللاعبات ديالي وكيعرفوها وكنقاتل عليهم، والجمهور ما خصوش يتقلق مني. اللي مهم هي لا ميور ايكيب اللي خصها تربح، ولا الوداد هي تربح البطوله. انا الاول اللي غنشجعهم ولا غنقول لهم فيليسيتاسيون، ولا شي فرقه اخرى اذا غنكون. الكره هي هذه، هي دي زيكيب كيغان اللي كيخسروا اللي كيربحوا، وخصنا نكونوا بوزيتيف وفير بلاي. وانا شو البروميي فير بلاي ملي الوداد كتربح، وبحال اللي ربحت مع تي بي مازامبي كنت موراها. ودابا انا كندافع على الفتح، واللي بغيت انا هي ان شاء الله نجيبوا هذه البطوله. بالتوفيق وليد، بالتوفيق للفتح الرباطي. 70 سنة على تأسيس، يحتاج للقب يريده، ولكن المنافسة مشتعلة والفرجة مضمونة يوم السبت. الوداد تنافس هي الأخرى، ونتمنى يعني تكون منافسة شريفة والأفضل يربح، ومبروك وهنيئا للجميع. أكيد أخ نوف، الفرجة مضمونة وجميع السيناريوهات متوقعة، لكن بالنسبة للفتح نقطة تساوي 70 سنة. أكيد. شكرا مصطفى بيض الله، الشكر موصول لكم مشاهدينا.